السلام عليكم دكتور سعد. اليوم نتكلموا على علاش فقر الدم تيسبب التعب والارهاق. فقر الدم هو النقص في الهيموغلوبين عباره عن بروتين كاينه في وسط الكريات الحمراء. الدور ديالها هو نقل الاكسجين من الرئتين الى كافه الجسم باش الخلايا تحصل على الطاقه وتشتغل. الهيموغلوبين مكونه من جوج اجزاء، من الهيم اللي فيها الحديد ومن الجلوبين تشينز. النقص في اي واحد من هاد الجوج غيعطينا فقر الدم. من هنا تنستنتجوا علاش الدواء ديال فقر الدم ماشي ديما هو الحديد. تنشوفوا بعض الحالات في الكونسلطاسيون فين المريض ولا المريضه تاخذ الحديد لواحد المده طويله وما تتقادش ليها الهيموغلوبين. كنتذكر واحد الحاله جات عندنا 14 عام وهي تاخذ الحديد وهي عندها ثلاسيميا، يعني الجسم ديالها ما تيصاوبش جوج من هذوك الجلوبين تشينز، هما خصهم يكونوا 4. طيب فقر الدم يمكن يكون ايضا من نقص في الفيتامينات، خاصه البي 9 والبي 12. هاد جوج فيتامينات تلعبوا دور كبير جدا في الانقسامات الخلويه، والخلايا ديال النخاع العظمي داك المخ اللي تيكون في وسط العظم تيحتاجوها باستمرار، لان تما فين تيتصاوب الدم. داكشي علاش الجسم ديالنا تيحافظ على واحد الاحتياطي استراتيجي من هاد جوج فيتامينات. تيقدر يوصل ل5 سنوات بالنسبه للبي 12 و4 اشهر بالنسبه للبي 9. فقر الدم عنده عده اعراض، منها حرق الراس، نقص في التركيز، الدوخه، السخفه، ارتفاع دقه القلب، البايكر. هذه واحد الحاله عجيبه فين المريض تياكل بعض الامور اللي ما كتكالش بحال الثلج، التراب، بونج. تسمعوا في التراث العام ان شي مرات توحمت على الفخار ولا كانت كتاكل الفخار ملي كانت حامله، غالبا غادي يكون عندها فقر الدم، لان الاحتياج ديال المراه للحديد اثناء الحمل تيتزاد. دونك نعاونوها بشويه ديال الكبده ولا اللحم مشويه، ربما احسن ليها من داك الفخر. فقر الدم تيدير ايضا ريستلس ليج، اللي هي الحاله فين الانسان ما تيقدرش يرسى برجليه، وبطبيعه الحال تيدير لينا حتى التعب. فباش نجنبوا فقر الدم والاعراض ديالو، خاص التغذيه ديالنا يكونوا فيها الاشياء اللي غنيه بالحديد والفيتامينات بي 9 وبي 12، بحال الكبده، اللحوم الحمراء، العدس، الخضر الخضراء، البيض الصفر ديالو، والفيتامين سي كذلك، لان تتساعد على الامتصاص الحديد في الامعاء.